أنا هايدي العبد، مستثمر ملاك في الشركات الناشئة ورواد الأعمال أو Angel Investor زي الناس ما عرفتني. عملت الشو ده علشان نسمع القصص الحقيقية ورا النجاح، القصص الحقيقية اللي ورا الناس اللي نجحت وسابت أثر. هنا هنعرف الإنسان الحقيقي اللي ورا أي بيزنس ناجح أو أي كيان ناجح في الحياة. ممكن تكون شركة ناجحة أو أسرة ناجحة أو حتى قصة مؤثرة عن اكتشاف الذات. أنا بدور على قصص ملهمة تلهمني وتلهم كل اللي يتابع The هايدي العبد شو. حبايب قلبي الغاليين، صباح الخير والنور. صباحكم إن شاء الله مليان بركة ورحمة ورضا وسرور. حضرتك يا دكتور ببنك الطعام غيرت مفهوم العمل الخيري في مصر 180 درجة. انت قلتي اللي في جيبه مش ليه. مش ليه. لا انت غلطان، ده ليا في خزائن الدنيا واكتناز، وفي ليا في خزائن الآخرة. بس بدايات حضرتك يعني فيلم عربي. البداية بتاعتنا من الصفر، ابتدينا بدي. عيلة سلام هي عيلة عريقة ومعروفة دايماً بحب الخير، ومعروف عنهم المسؤولية المجتمعية طول حياتهم. والله العظيم لحظة كان ممكن بنك الطعام ده يفضل جمعية صغيرة بنلم من بعض فلوس بنعمل شنط أو كراتين وتتوزع. انت حضرتك كمان فتحت مؤسسة هي بتتيح للي بيشتغلوا فيها ان هم كمان يحولوا من في حياتهم لخزائن ربنا لا تعود لهم بعد الانتقال. اوعى تفتكر ان ده علشانك انت، لا، هو ربنا بيستخدمك. ده يا هناه امه ده عياله اللي بيشتغل في بنك الطعام ده، ان يبقى اكل عيشك في الدنيا هو خير ومساعدة هو وفي عطاء اجرك في الاخره. سكوت كله يسمع جده. اوعى تفقد الامل، اوعى تحس ان انت مظلوم، اوعى تحس ان ربنا نسيك. والله حلقة تاريخية بالنسبة لي الحقيقة. ايه ده؟ ايه؟ لا والله العظيم 3. ايه ده؟ انت جبتيها منين دي؟ احنا عايشين في وقت كل حاجة حوالينا بقت سريعة، بنحاول نكسب بأي شكل وناسين إن المكسب الحقيقي عمره ما كان في الأخذ بس، لكن في العطاء. وده بالظبط اللي عرفته في حلقتي مع الشخص اللي أسس أول وأكبر بنك للطعام في مصر، واللي بيه غير مفهوم العمل الخيري 180 درجة. دكتور نيازي سلام، إنسان من أكتر الشخصيات الملهمة اللي ممكن تقابلها في حياتك. إنسان اختار من بدري إن الخير يبقى مش مجرد فعل، لكن قرار بياخده كل يوم، وهو على يقين إن أي حاجة صادقة بيعملها ممكن تكبر وتبقى منظومة تغير حياة ناس كتير. قضى عمره كله في مساعدة الناس. بالنسبة له العمل الخيري أفضل نعمة ربنا أنعم عليه بيها. كان من أوائل الناس اللي دعموا فكرة البنوك الخيرية وقرر ينشرها على نطاق أوسع. عشان كده بنك الطعام المصري بيحقق الرؤية دي، بيكونوا منظومة متكاملة بتبدأ من الزراعة وتعدي بعدها على المصانع لحد ما توفر المنتج النهائي، وكل ده لخدمة الناس. تجربة فتحت أبواب جديدة للخير. معظم الناس تعرف إنجازاته، بس قليل قوي اللي يعرفوا حكايته وتفاصيل رحلته واللحظات اللي تعب فيها واختار إنه يكمل رغم كل حاجة. والنهاردة لأول مرة هنقرب من الإنسان مش بس المسؤول، في حلقة خاصة جداً من The هايدي العبد شو. اسمحوا لي أصوركم زي ما انتوا بتصوروني. اللي في جيبه مش ليه، جملة دايماً بتتقال على ضيفي النهاردة. ضيفي النهاردة هو شخص استثنائي وغني عن التعريف، من أسرة عريقة علمته حب الخير والعطاء. رجل أعمال ناجح ومشهور، بس قبل كل ده هو إنسان بيحب يساعد غيره ودايماً بيفكر في مسؤوليته تجاه المجتمع. ضيفي النهاردة هو دكتور نيازي سلام، رجل الأعمال المشهور الناجح ومن أكتر الشخصيات الملهمة اللي ممكن تقابلها أو تعرفها في حياتك. كفاية إنك تعرف إنه مؤسس أول وأكبر وأشهر بنك طعام في مصر والشرق الأوسط، وأنا بقول العالم. دكتور نيازي، حضرتك منورني ومشرفني. والله حلقة تاريخية بالنسبة لي الحقيقة بجد. هايدي يا بنتي الحبيبة الغالية، أولا أثرتيني
بكلماتك الرقيقة. ده أنا مش عارفة أنتِ أوفيك كده حقك. أنتِ كده مش محتاجة بقى نعمل حاجة، خلاص أنا أقوم أروّح لأ العفو، لأ وكفاية العفو. عليّا لأ كده، ده إحنا قعدتنا طويلة النهارده، أنا نفسي الناس تتعلم من أنا حضرتك هاستمتع بقى. وتسمع منك، يا رب إن شاء الله تبقى حلقة فيها خير لينا وللي هيسمعها أو يشوفها بإذن الله. طيب أصحّح لِك حاجة؟ اتفضل، اتعلمني بقى النهارده جاية أتعلم. طيب حبيبتي أصحّح لِك حاجة، اتفضل، وأصحّحها لكل واحد هيشوف الحلقة أو كل اتفضل، واحد هيسمع. اتفضل. أنتِ قُلتِ اللي في جيبه مش ليه. مش ليه. آه. لأ أنتِ غلطانة، هُم ده ليّا. ليك؟ أيوه، طب ماشي خلاص ما هو سحبتها. أصل في ليّا في خزائن الدنيا واكتناز، وفي ليّا في خزائن الآخرة، في سكة مفتوحة وفي طريقة تحويل سهلة أوي، إن إحنا نحوّلها على خزائن الآخرة. أنا النهارده لو حطيتها هنا واستغليتها وعملت أحسن استثمار، أو حطيتها في بنك وخدت عليها عائد أو فايدة، هتجيب إيه؟ 20%، 30%. طب أمّال بقى 700 ضعف، 700 ضعف عند ربنا. ربنا بس يرزقنا الفهم، وده كرم من ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يرزقنا الفهم ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ونعمل بيه، ما نقولش كلام ما نعملوش. آمين يا رب، آمين وأرجو يا من رب الله سبحانه العالمين. وتعالى يعني ربنا يجعلني الفقير إلى الله خيرا مما تظنون، ويغفر لي ما لا تعلمون، ولا يؤاخذني بما تقولون. آمين هذا يا رب. جميل ستر الله علينا. الحمد الحمد لله لله. الذي ستر منا القبيح وأظهر إيه؟ الجميل، المليح. المليح. قبيح والمليح. الحمد بس هي لله. على فكرة بتتقال الجميل، هي أصلًا بجد؟ بتتقال جميل بس أنا حوّرتها علشان ما الاتنين يعني مصطلحين لنفس المعنى. بالضبط. وحضرتك مفوّه، أنا لسه كنت لأ، باقول لك قبل التسجيل حضرتك ما شاء الله مفوّه، لمّا متحدث يعني جاذب حديثك، أنا يعني عن تجربة شخصية، يعني أول ما تتكلم لازم تشد اللي قدّامك يسمعك، وده برضه فضل ونعمة من ربنا مش يا أي رب حد كده. اجعلنا يا رب، يا رب يجري الخير والصواب على لساننا، يا آمين رب، يا ولا رب. ينطقنا إلا بالحق آمين، وما فيه نفع آمين، للناس، آمين. أنا هاقول آمين كتير النهارده غالبًا. ويستخدمنا ولا يستبدلنا في نفع آمين البلاد يا رب، والعباد. آمين يا رب. يا لأ رب. أنا مش عارفة، يا بختي، يا بختي بحلقة النهارده الحمد لله. الله يعزِّك ويكرمِك طيب يا رب. دكتور نيازي، أنا عايزة أبدأ مع حضرتك من بداية التنشئة، نشأة دكتور نيازي سلام، بيت العيلة والشخصيات اللي كان ليها دور مؤثر في حياتك. أنا عارفة إن والد حضرتك كان ليه رحمه الله كان ليه دور كبير أوي في تكوين شخصيتك ومتأثر بيه لدرجة كبيرة. فحابين بقى نسمع من حضرتك كده وتسترسل على بدايات. طيب نقول بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم، الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا اللهم صل وسلم محمد، على محمد صلاة وعلى آله. تيسر بها علينا كل اللهم أمر صل وسلم عسير. على محمد. ونسأل الله التوفيق، ومش هاتكلم بعد كده باللغة العربية ولا لأ براحتك بالشغل اللي خالص، لأ اتكلم حضرتك بطريقتك لأ، الطبيعية. ما أنا دي طريقتي الطبيعية على فكرة، هتلاقي دي راكبة مع دي، على أيوه، العامي، على الحاجات الأمثلة اللي مش عارف إيه. اتفضل. يعني أولًا ده من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه عليّا وعلى أخواتي، وعلى كل واحد عرف الوالد، لإن أي واحد عرف والدي، هو والدي ربّاه وعلّمه، لدرجة إن حد من أخواتي معلّق كده حاجة عنده في برواز كان في مكتبه، وكاتب عليها أنا خرّيج أكاديمية أبويا. الله! فإحنا كلّنا خرّيجي أكاديمية أبويا، بس لازم أضيف لأبويا أمي. كنا هنيجي لها النقطة الجاية بس اتفضل. طيب هاسيب لأ اتفضل. أمي دلوقتي ونرجع لأمي لو سألتِ. الوالد وبعدين الأم. حاضر. آآ بالنسبة للوالد يعني أنا هاعتبره عصامي، ممكن يكون كان عنده الاستطاعة إنه يعتمد على والده أو جده، اهم. لإن جده كان من التجار الكبار أوي، وتاجر شاطر جدًا. ووالدي أثَر إن هو بعد تجربة و2 شغل مع والده، إن هو يطلع ويشتغل لوحده. آآ طبعًا إحنا خدنا كل القصص بتاعة المسيرة بتاعته من حواديت لمّا كنا ما اتولدناش.
لما اتولدنا مهم. شفنا بعض الأمور. يعني أعرف إن هو استلف من والدته رحمة الله عليها جدتي مبلغ معين. طبعا النهارده لو قلت المبلغ ممكن الناس تقول. هتسخسخ. لا قولوا. يعني مثلا مش فاكر 5 جنيه ولا 50 جنيه. اعتقد 50. والله ممكن أنا أشك وأقول لك 5 بجد؟ جنيه طب حاجة كده. تمام. ما هو يعني كان زمان الأرقام خلاص الواحد اتلخبط دلوقتي. صح. وابتدى يعمل الشغل الخاص بتاعه. طب دي يعني الفترة دي ما عشناهاش احنا، وما شفناش هو ساعتها عمل ايه، بس بيحكي لنا، بناخد دروس بتخزن في دماغنا واحنا اطفال. مش هقدر استفيد منها الا بعد عمر لما اوصل ان انا اتعامل مع الحياة. انما وانا طفل هي مجرد عندي مخزن في دماغي. من بعد 6 سنين المواضيع تفضل في الدماغ، في المخ، في الميموري. مم. فايه اللي انا شفته من والدي رحمة الله عليه؟ حكى لنا بعض الحكايات انه كام مرة في شغله اتكسر ويبدأ من جديد. اتكسر مش لأسباب ما انا ما اقدرش اقول عليها فشل، لا، اسباب خارجة عن عن ارادته إرادته. هو. يعني حاجات اجبارية مش منه. اقصاها احنا بقى كنا عايشينها. وما انساش اليوم ده، يوم ما اتأممت شركاته او الشركة بتاعته. وهو طول عمره بيشتغل زي حالتنا احنا كده في تجارة صناعة وتجارة الأجهزة المنزلية الكهربائية. هقول بقى أنا كان عندي كام سنة والناس هتقعد تحسب. لا خلاص، لا مش كنت لازم. ليه أنا ما لا يفرق معايا مش الله إن شاء لازم. الله الحمد لله. ربنا يجعلنا جميعا من ربنا طالت يديك الصحة أعمارهم وطولة وحسنت العمر دايما يا أعمالهم رب. في صحة ولطف وعافية وسعادة وستر وجميع السامعين. آمين يا رب. فما انساش طبعا كان التلفزيون لسه مفتتحينه أبيض وأسود، والخبر بتاع التأميمات كان بيعلن في الأخبار. شركة كذا، شركة كذا، واخدين الشارع كله شركة شركة. كان شارع إيه؟ يسموه شارع فؤاد، مم. شارع 26 يوليو الشركات في اللي وسط هناك البلد. شركة ورا كل شركة. الشركات بقى صدماوي شيكوريل الشارع وهانو كله. ومش عارف، ورا بعض ورا بعض ورا بعض. أنا بتخيل إحساس اللي كان بيسمع الراديو في ناس وقتها. ماتوا، طبعا. في ناس جات لهم سكتة قلبية وماتوا، دي معروفة، وأنا أعرف أسماء كتير منهم. ما استحملوش أنا الصدمة. بقى رايح أكلم والدي في حاجة ومش واخد بالي أنا من اللي بيحصل أو مش مستوعبه. كنت صغير. كنت صغير، اه لسه ما كنت برضع. تمام. بترضع وراح تسأل الوالد. أيوه، تمام راح خلاص. أسأله على حاجة ملهاش علاقة ب... بالشغل خالص، بس راح اوكي. باصص لي بصة ابعت دلوقتي. التاني بقى كان إيه؟ الرقم كان جاي عليه. قاعد مستني. واتاخدت الشركة. اه فطبعا موقف ابن لذينه. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ ابتلاء كبير صراحة. طبعا ابتلاء فظيع. مم. خدوا الشركة وعينوه رئيس مجلس إدارة. افترى في حاجته. في حاجته في حاجته. كويس. وعينوا عليه رئيس شركة قابضة، مؤسسة كان اسمها مؤسسة كمان مؤسسة. عليه. في مؤسسة بقى خد كذا شركة من اللي اتاخدوا اه دول تحت المؤسسة. مؤسسة السينما والإذاعة ومش عارف ايه، حاجة كده غريبة. فطبعا هو اشتغل فترة بسيطة مهم. والدكاترة قالوا له تسيب الشغل، وهو نفسه ما استحملش ان يجي واحد بيحاسبه على ماله اللي اتأمم، يعني اللي اتاخد بدون مقابل تماما. طبعا. لا ده مش كده بس، احنا كنا اكبر شركة في مصر في المجال ده. مهم. اول شركة باعت تلفزيون في مصر، ياه. والله العظيم 3. كان اسمها شركة شاهر، معروفة شاهر سنتريليك. وكان المبنى بتاعها، انت بقى يعني لازم هتعرفي المبنى ده لما اقوله، قدام اللي هو مبنى سينما ريفولي. سينما ريفولي اللي فين؟ قدام دار القضاء العالي.
ماشي، ده عشان عمري ما خلاص؟ رُحتها يا دكتور. آه. دار القضاء العالي لأ عارفاها طبعًا، بس أكيد عمري ما علامة، يعني علامة لكن من هي بتطلع في علامات الأفلام مصر. العربي كلّها دايمًا دار القضاء العالي. علامة من علامات مصر طب طبعًا دار القضاء العالي. كمّل حضرتك، فاتاخدت قصة. الشركة، آه. والوالد طبعًا ما قدرش يكمّل واستقال، وطلّعوا الشركة كانت خسرانة، أنتم عليكم فلوس كمان، كمان! خدوا الشركة وعلينا فلوس. طبعًا إحنا أيام بقى السادات رفعنا قضية اهم. وكسبناها ابتدائي واستئناف، وبعدين شِلنا الموضوع من دماغنا خالص، لإن خلاص ما ينفعش بقى، خلاص بقى ورثة الورثة، ما ينفعش، يعني القصة هتبقى صعبة جدًا. نسيتوها فإحنا تمام. شُفنا نسينا، يعني أنا اللي كنت ماسك آه. يعني مسؤول عن هذه القضية مع المحامي الشهير رحمة الله عليه، مستشار محمد كمال عبد العزيز. اهم. أكيد 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 هاسأل زوجي هيقول لي. هيقول اتفضل لِك حضرتك. مين هو المستشار محمد كمال عبد اتفضل. العزيز. فشُفت بقى الوالد هنا بقى، يعني أنا كنت في سِن آآ يعني ابتديت أوعى لأمور كتير، وشُفت الوالد بيعمل إيه. ساب البيت، ساب البيت؟ ساب البيت وأجّر بيت تاني، عشان يأجّر البيت بتاعه، ده عشان يعني بيت يقلل تكاليف. فيلا يعني فيلا كبيرة جدًا، جدًا، في المهندسين. آه. طلعنا منها ورُحنا قعدنا في شقة، عشان. وحسّسنا إن إحنا الشقة دي أحلى من البيت اللي إحنا كنا فيه، كلّنا طب كان بيعملها عِشنا. إزاي حسّسكم والله إن العظيم هي كانت 3 أنا أحلى ما من الفيلا اللي كانت في من المهندسين؟ طريقة كلامه عليها، وهنا بقى مش عارف إيه، وجنبينا إيه، وبتاع إيه. وكانت في المهندسين برضه كان في الشقة؟ المهندسين فنفس الneighborhood أو نفس المنطقة اللي حضرتك كنت متعوّد عليها بس يعني شقة. اللي إحنا نقلنا فيها دي كانت نقلة بسيطة، يعني ما قعدناش فيها كتير، إمم. ونقلنا في حتّة تانية بقى فعلًا حسّينا إن إحنا بفرق. في مكان أحلى، لإنه على النيل، آه. شقة إيجار على النيل في الجيزة جنب وزارة الخارجية القديمة أيوه. في الجيزة. أوكي. الإيجار بتاعها كان حاجة و30 جنيه، اهم. شقة حاجة جبارة يعني. وشُفنا بقى الوالد، أنا بقى ابتديت يعني لإن أخويا اللي أكبر منّي اتخرّج وبقى مُعيد في الكُلّية، وبعدين طلع برّه عشان يعمل الدكتوراه بتاعته. آآ فأنا دخلت مع الوالد وكلّفني إن البيت ده اللي إحنا سِبناه إن أنا أبيعه علشان هنعمل مصنع، تمام. وابتدينا نعمل المصنع فمحتاجين فلوس عشان المَكَن فأنا اللي بِعت البيت. بس بدايات حضرتك يعني فيلم عربي، بصراحة بدايات لأ، يعني فيها أحاسيس يعني أحاسيس يعني فوق يعني إنجاز وصدمة وابتلاء وتغيُّر في ده الوالد، أنا هنا مجرّد بس مراقب، بداياتك. وابتديت أعيش طبعًا، بس دي بداياتك، فأنا ابتديت باقول أعيش بدايات حضرتك. الحمد لله رب العالمين. بس يعني هو كان، ما أنا باقول لِك هو مدرسة أكاديمية زي ما بنقول، يعني في ظِل المعاناة اللي هو كان بيعانيها دي، كان بيربينا بطريقة غير indirect، يعني مش مباشرة، يعني يحسسني إن هو بيعتمد عليَّ، فأنا بقى أتشجّع، أنا عايز أعمل كذا، بيع لي البيت، أنا عايز أبيعه أحسن مما هو كان قال عندك لي. كام سَنة وقتها؟ بُصّي، أنا كان عندي مش موضوع بقى السِن، أنا هاقول لِك آه. طبعًا السِن، بس كان عندي آآ يعني احتكاك مع الوالد في الشغل. كنت باحب فترة الصيف، أجازة الصيف أشتغل فيها، فاشتغلت مع الوالد 3 سنين، وسَنة اشتغلت فيها برّه مصر في أوكي. الصيف. تمام. ودي برضه باقولها للشباب كُلّه يعني، ما تقعدش تبقى أنت مستني الصيف عشان تروح تبلبط وتروح الساحل، وأنت ممكن تعمل حاجة لنفسك كويسة جدًا، جدًا في الفترة دي وأنت بتدرس. فأنا اتعلمت من الوالد حاجات كتير جدًا، وكان برضه من ضمن الحاجات وهو بيعيد بناء آآ هاقول إيه، مملكته، شغله، كان بيكلّفني بحاجات بيضرب بيها عصفورين بحجر. واحدة منهم
إنه بيعلّمني وبيحفّزني وبيحسّسني بالمسؤولية وإنه مُعتمد عليّا، وفي نفس الوقت بيضرب بيّا ناس من اللي بيشتغلوا معاه من العتاولة. إزاي؟ على سبيل المثال، آه. إحنا يعني زي ما قُلت لِك إحنا دايمًا شُغلنا في صناعة وتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية. فييجي مثلًا كان عندنا معرض للأجهزة دي كبير، حد مسؤول عن المشتريات، اهم. فهو يقول لي: "أنا عايزك بقى أنت تنزل، شايف التلفزيونات دي بكذا، بتيجي بكذا، أنا عايزك بأي شكل تجيبها لي أحسن من كده." فطبعًا حفّزني جامد جدًا، حسّسني بالمسؤولية وإنه مُعتمد عليّا، أقوم أنا آخُد بعضي وأنزل ألِف مصر كلّها لمّا أوصل للمصدر وأموّت نَفْسي وأرمي جتتي علشان أجيب أحسن سعر، وباجيب أحسن سعر وأحسن من الناس اللي بيشتغلوا معاه ما بيجيبوه. يرجع لهم، آدي معلش يعني طبعًا اللفظ اللي أنا هاقوله، آدي العيّل اللي لسه ما اتخرّجش أجدع منكم. طب أنا باشوف المواقف دي أو هو بيقولها لي، ما هي دي برضه بتعلّم معايا إن أنا لازم أبقى كده على طول. أحكي لِك بقى حاجة، اهم. بمناسبة بقى التلفزيونات، هو ما كانش بيعتمد عليّا في التلفزيونات بس، لإن هو كان عامل نشاط صناعي تاني زي ما باقول لِك اللي خلّانا بِعنا البيت، وأنا كان عندي 25 سَنة لمّا بِعت البيت بقى بالمناسبة يعني. فكان بيحتاج المواد الخام والحاجات اللي هي خاصة بالإنتاج اللي إحنا بننتجه، وإحنا كنا ابتدينا بقى النشاط الجديد ده أول حاجة في الدفايات، فليها حاجات مكونات معيّنة أساسية. يشاء السميع العليم إن أنا أشتري الحاجات الأساسية دي من مين؟ مين؟ من الشركة اللي كانت بتاعتنا، آه. هي اللي كانت بقى احتكرت الحاجات دي وما فيش حد تاني بيبيعها وما فيش استيراد والحاجة دي مش موجودة في مصر، برّه بس، فهُم الوحيدين اللي كانوا يقدروا يستوردوها، وأنا أروح أتذلّل علشان آخُد الحاجة اللي أنا أروح أتذلّل لشركتنا اللي كانت بتاعتنا علشان أشتري منهم، أقول لهم إحنا محتاجين كذا، لأ أنت هتاخده بس قد كده. إحساس إحساس حضرتك وقتها كان عامل إزاي؟ كنت بتحس بإيه؟ إحساس طبعًا يعني مُضاعف، إحساس بوالدي وإحساس بنَفْسي، طبعًا. إحساس مش حلو، بس ربنا برضه بيعلّمنا وبيورّينا حاجات آيات، ونعم بالله. لمّا إحنا ابتدينا وبنتصرّف وبنجيب بأي وسيلة وننتج ونبيع، والاقي اتغيّر بقى الطقم القديم اللي جه في الأول للشركة دي، وبيكلموني في حد بيكلمني بيقولوا لي وأنا فاكر اسمه لغاية النهارده، أنا باتكلم على حاجة ممكن تكون بقى لها قرب ال50 سنة، اهم. أنا لازم أقول كده، محسن بيه شهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة، أهو ده أقسم بالله ده مسك شركة أبويا، أنا اتعلمت منه درس من دروس عمري، محسن شهاب. ممكن نعرفه؟ آه طبعًا، أول حاجة لقيت بيكلموني بيقولوا لي: "محسن بيه شهاب عايزك تقابله." قُلت لهم: "حاضر من عينيا." أنا بقى رايح ودماغي بقى في إن أنا إزاي أقدر أخلّيهم يشتروا مننا المنتجات اللي إحنا بنعملها. شركتكم الأصلية أصلًا. شركتنا آه. الأصلية، بس بقت شركة من الشركات الكبيرة خلاص آه. اللي بتوزّع للسوق المصري كُلّه. فالمهم رُحت قابلته، أول ما وصلت هناك قاعد مع السكرتير، راح طالع لي بنَفْسه، واحد كان عامل كده زي الملك فاروق، اتفضل، وراح مدخّلني إيه الاستقبال ده، مش طبيعي، هتشرب إيه، بتاع، آخر جمال، وبعدين قُلت له: "أنا تحت أمر حضرتك." هو طبعًا أكبر منّي في السِن، "تحت أمر حضرتك." قال لي: "أنا عايزك تسأل لي الوالد، هو كان نِفْسه يعمل إيه في الشركة دي، عشان أعمله." الله! بس ده اعتراف بالحق.
أنا باقول لِك ربنا بيطبطب برضه، يعني مش آه، مش كُلّه ده ضرب، هي ضرب، يعني ضرب. رسالة جاية لك تطبطب عليه من رسالة ربنا. طبطبة مش عادية. آه. قُلت له: "يا نهار أبيض! ده أنت هتروّحني طاير، ده أنا عايز أجري أروح للوالد أقول له." المهم خلّصنا القعدة وقُلت له: "خلاص بيننا إن شاء الله لقاء تاني وهاقول لحضرتك إيه أحلامه كانت في الشركة دي." "خلاص، خلاص." قال لي: "نستنى، رايح فين؟" قُلت له: "أؤمر." قال لي: "أنا اتعلّمت حاجة فلازم أعملها معاك، أنا باعملها على طول." قُلت له: "أؤمرني." قال لي: "إكرام الضيف، أنت ضيفي، أنا عايزة أعمل لك دلوقتي طلبية هاخد منّك مش عارف كام ألف دفّاية وكام ألف سخّان." يعني أكتر من اللي حضرتك كنت عايزه. أنا يعني أنا خلاص كنت هاقوم من القعدة كده، آه، يعني مش قادر يعني أكلّمه في حاجة. اللقاء كان كلّه هدايا من عند ربنا، هدايا من عند ربنا والله سواء العظيم. معنوية أو مكسب مادي. بالضبط. والحمد لله رب العالمين. يعني إحنا بعد فترة طبعًا تعبنا جامد مع القطاع العام في الشغل، وعملنا شركة للتجارة مش بقى يعني بنبيع منتجاتنا والتوكيلات اللي معانا فقط. والحمد لله يعني أنا اللي كنت ماسك الشركة دي، والمصانع بقى الحاجات الهندسية كان ماسكها بقى أخويا اللي أصغر منّي. كان اتخرّج وخلّص جيشه ودخل بقى هو ومجموعة من القرايب اللي كانوا كلّهم مهندسين، دخلوا بقى هم بقى شالوا الحتّة بتاعة المصانع. والحمد لله رب العالمين توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيعوّض آه طبعًا، تعويض. طبعًا. أنا في حتّة نِفْسي أقولها، اتفضل. هي خارج السياق شوية، بس والنبي اوعى نقعد نتكلّم على الحتّة دي ونسيب أمي. لازم أمي لازم تاخد نصيبها. أنا باقول ربنا بيعوّض ليه؟ أنا حكيت دلوقتي جزء من مسيرة، الجزء ده بيقول إيه، إن إحنا كنا قطاع خاص، اتأممنا، بقينا قطاع عام، اهم. كويس؟ فإحنا مرّينا ب1 قطاع خاص، 2 أصبح قطاع عام، 3 ربنا عوّضنا بإيه، إحنا كنا الجزء الصناعي اللي ابتدينا بيه في الأول الوالد يعني، وطبعًا أنا زي ما قُلت لِك كنت باروح في الصيف، هو غاوي صناعة جدًا والدي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. فابتدى بمصنع صغير للبلاستيك، حاجات البلاستيك. طب هل في المواد الخام بتاعة البلاستيك اللي هم بيسموها البودرة بتاعة البلاستيك، شويلة بتبقى عاملة زي البلي كده الصغير، تتحط في المكنة بيطلّع بتخش بقى على سخّان مش عارف إيه، على الإسطمبة تطلّع المنتج. طب هل كان في الخامات دي؟ أيام كانت ضنك، البلد كلّها مقفولة، ما فيش. طب نستورد؟ ممنوع الاستيراد، ما فيش استيراد خالص. طب نعمل إيه؟ إيه بقى، عملتوا إيه؟ الوالد جنب المَكَن بتاع البلاستيك جاب مكنة بيسموها كسّارة، الكسّارة دي إيه؟ اللي هي recycling دلوقتي، آه، كنت لسه هاقول لك بتكسّر القديم. بنكسّر القديم. فكرة عبقرية. طب القديم ده منين؟ والله فكرة حلوة أوي. منين؟ خُدي بقى المفاجأة، خُدي المفاجأة، ده البداية، البداية بتاعتنا، تاني من الصفر ابتدينا بدي، كنا بنعمل أيامها كانت حجارة البطارية ليها من فوق بتاع كده بلاستيك، اللي بيبقى طالع منها الموجب إمم. مش السالب، إمم. فبتبقى دايرة كده وطالع منها، وبنعمل كل الأدوات المدرسية، أنتم دخلتوا مجال تاني خالص. وبنعمل القُيمة الخشب بدأنا نعملها بلاستيك، فمحتاجين خامات كتير. طب نجيب منين الخامات؟ كنا بنستنى شركة إيديال بتعمل التلاجات الجسم الداخلي بتاع التلاجة، الbody اللي جوّه ده كلّه بلاستيك. الحاجات البايظة اللي بتطلع بايظة من ال من الصناعة، من من التصنيع. الصناعة آه. نفسها بالإسطمبة طلعت حاجة معوجة، طلعت حاجة مش كلّها كاملة، هدر. آه، تترمي، تترمي. تتحط في مخزن كده خُردة.
بعد ما بتطلع البتاع القلب ده بتاع التلاجة بيبقى فيه جزء لازم يتقص بيتشال بطريقة طبعا بمكابس بتتقطع. الحاجات الزيادات دي بيسموها الروايش، بتتشال تترمي مع الحاجات البايظة ويعملوا مزاد أو لط كده يبيعوه. فاحنا كنا نروح نشتري الحاجات دي. أنا عجباني الفكرة، يعني عجباني فكرة والد حضرتك إن هو اللي هو يعني resourceful أو بيخلق من الظرف اللي فيه مشكلة يلاقي حل ويحلها. أنا العقلية دي أنا باحترمها أوي الصراحة. احنا جينا في سنة 97 كنا عايزين نتوسع في المصانع بتاعتنا. احنا أولمبيك، كنا أولمبيك، فعايزين نتوسع وداخلين بقى جامد في التلاجات وداخلين في الغسالات وداخلين في التكييف. وبنفكر بقى نعمل ايه ونجيب منين المصنع والارض والبتاع. في الوقت ده الحكومة كانت بتعمل برنامج الخصخصة، فلقينا شركة ايديال بتتباع. كأنكم خدتوا يعني عكستوا الآية وقتها. احنا عكسنا الآية. لا، جمال الموضوع احنا بالنسبة لنا قلنا ايه بقى؟ يعني بدل ما انتوا اتخذت حاجاتكم بقت بقت اتأممت، اتأممت. انتوا اللي بتشتروا احنا دلوقتي اشترينا الشركة. شركة من بتاعة اساسا الحكومة، وممكن تكون بتاعت واحد اتأمم قبل كده، ده حقيقي، ده واخده اكيد. بالك؟ بس احنا اشتريناها في شركة من الحكومة. فقلنا ايه بينا وبين بعض احنا بقى كاخوات؟ قلنا رايش ايديال اشترى ايديال، الخردة بتاعت ايديال اشترت صح. شركة ايديال. صح. لا تمام صح، ده هي فعلا كده. ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يدينا كلنا درس. اوعى في وقت تحس ان انت اتظلمت، في حكمة جوه المحنة، في منحة. فانت اتأممت واتخذت واتبهدلت، اتربيت، اتعلمت، حفرت في الصخر، اشتريت اهو. خدنا الشركة بتاعت ايديال اللي كنت قبل ما ندخل نبتدي اللقاء كنت بره بدردش معاهم. ف بقول ايديال دي حاجة زي الأهرامات. طبعا طبعا. أنا شخصيا اتجوزت كنت حاجز ثلاجة ايديال. الشعب المصري كله. كل الشعب مصر ثلاجة غسالة يبقى ايديال. صح. كان في طبخ كمان وسلالم معدنية وحاجات فعلا كده. صح. اسم عريق جدا. كويس، عليه كم تراب مش عايز اقول لك شكله ايه. احنا بقى شطارتنا نشيل التراب ده ونلمعه يبقى زي الألماظة تاني. دي شغلتنا بقى. فدخلنا فورنا مصانع جديدة، وقبل ما نعمل مصانع جديدة عملنا شوية كوزماتكس لازم الناس تحس بره ان احنا لما خدنا الشركة فرقت. ايه ده؟ تشوف يا نهار ابيض، بص تلاقي عفشه ازاي، بص بقت ازاي. شويه كوزماتكس غيرنا شكل الباب، غيرنا شكل الارفف، حاجات بسيطه كده لغايه ما المصانع الجديده تيجي. ما انساش اللي عمل لنا اول اعلان كان طارق نور. هو رقم 1 في مصر لحد النهارده. طارق نور طارق طبعا. نور كان قال حاجه كده ايه زي ما تقولي ايه، اسم عريق بشكل جديد، حاجه كده يعني سلوجن. لا، طارق نور كان مبدع الحقيقه في السلوجنز والبراندنج. ايام ما حدش كان بيعرف الحاجات دي، البراندنج والحاجات دي. ده احنا يعني الحمد لله يعني شغالين مع طارق من بدايات خالص يعني. لا حبيبي هو طارق نور اسم عريق يعني ما يتخيرش عن حضرتك. نرجع بقى للخردة. خردة ايديال هي اللي اشترت ايديال. هي فعلا كده على فكرة. هي تعويض من عند ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفقد الامل، اوعى تحس ان انت مظلوم، اوعى تحس ان ربنا نسيك، اوعى تبقى مجنون. انت دور ورا الموضوع هتلاقي فيه حاجة انت مش شايفها، يا هتكتشفها على طول وتستفيد منها، يا هتيجي في وقتها هتيجي. والحمد لله رب العالمين من كده. وابتدينا بمصنع 3 ماكينات يدوي بلاستيك
وكسارة لأن تشترينا أكبر شركة في العالم. later بقى بعد كده أكبر شركة في العالم هي هو اللي ال- بتشترينا. هو الحقيقة يا دكتور أنا شايفة الموضوع من زاوية، يعني حضرتك قلت جزء منها، أنا شايفة هي كانت محنة ومحنة كبيرة وفي ناس ما استحملتهاش، بس هي كانت منحة إلهية من ربنا ليكوا وللوالد وللأم كمان. ده كان جزء من تنشئتكم وتربيتكم وصناعة رجال أعمال أقوياء قادرين إن هم يبقوا يشتغلوا وينتجوا وينجحوا في أصعب الظروف. فهي كانت منحة للتربية وللتنشئة ولتقوية الإيمان. ويعني أنا شايفة ما كنتوش هتبقوا انتوا لولا ان حصلت في المرحلة العمرية بتاعتكم دي، فهي كانت هدية من عند ربنا. دلوقتي نقدر نقول كده، بس المشكلة ان الناس ما بتبقاش وقتها قادرة تشوف ده. بالظبط. أنا أحسه بقى حصلت كعبلات كتير في السكة وإحنا اللي مسؤولين بالكامل، وحصلت كعبلات كتير بعد ما الوالد انتقل إلى بس رحمة كنتوا الله. جاهزين ليها. بس الكعبلات دي احنا ما حسيناش بيها لان اساسا احنا كنا ماشيين في مدق. بالظبط. فانا ماشي على طريق اسفلت هي الجامعه بالنسبة طبين لكم 3. بالظبط، هي بالنسبة لكم ولا حاجة، غيركم ما خلاص يستحمل، بس انتوا خلاص انتوا اتدربتوا ونشفتوا واتقويتوا بالظبط. خلاص. وتعاملنا مع كل مع كل الانظمه. يعني هو سبحان الله الجيل بتاعنا برضو يعني احنا مرينا بحاجات. بصي يعني هقول يعني الاكبر مني على طول في اخواتي، مش الاكبر مباشره، يعني اكبر اخواتي يعني استوعب او قدر يشعر بالملكية. الملك شافها فاروق شافها شافها. وكان في سن يسمح ان هو يحسها. طيب احنا بقى مرينا بالملكية وبعدين بالجمهورية، الاشتراكية الثورة والاشتراكية الفظيعة والتأميم والتأميم والقفل البلد، وبعدين السادات والانفتاح اللي على البحر، وبعدين الرئيس حسني مبارك، وبعدين اللي حصل بعد كده كله معروف للشعب المصري حتى هذه اللحظة. فاحنا مش أي حد، مش أي جيل هيمر بكل هذه المتغيرات من أول ملكية وفيها رأسمالية وطنية. أنا مصر على الوطنية دي. طبعا لأن عشت يعني إيه وسط البلد دي حاجة أوروبا. عشت يعني إيه الوالد ينزل شغله الصبح يرجع الساعة كذا يتغدى ويستريح شوية وينزل تاني شغله. ولو أنا نزلت مع أي سبب من الأسباب وأنا صغنن، يعني مثلا عناية كانت تعبانة شوية فترة، فالدكتورة اللي كان بتعالجني العيادة بتاعتها قدام الشركة، فأنزل معاه. إيه ده الشوارع دي؟ فاكرها حضرتك؟ فاكرها كانت حلوة قد إيه؟ فاكرها؟ جدا الله. جدا والله العظيم فاكر زي كأن النهارده ولله الحمد. الله. فاكر ازاي كنا بنطلع من البيت كانت العربيات كلها امريكاني. كان نادر لما تلاقي عربيات غير الامريكاني في عربيات كلها مصر. فخمة في الشوارع، عربيات فخمه جدا كلها احنا كنا في الشركه بتاعتنا دي مش بس اجهزه كهربائيه. على فكره الشركه دي كانت بتتميز بحاجه، ان احنا عندنا الدور الاولاني سيارات، الدور الثاني ادوار كبيره جدا، الدور الثاني اجهزه كهربائيه منزليه، الدور الثالث مفروشات، اساسات، مفروشات، اقمشه. ده زي الديبارتمنت ستورز في لندن. بالظبط بالظبط. وزي جاليري لافايت زي بالظبط زي هارودز وسالفرجز وجاليري. بس انا كان عندنا بقى العربيات كمان زياده. العربيات دي ما شفتهاش، دي يعني دي زياده قوي دي، ولا حتى في هارودز. انا ما انساش والله العظيم برضو. 3 لما كنت اروح مثلا نروح علشان احنا خلاص داخلين المدارس، فنخش انا هشتري منين الجزم واللبس؟ ما ينفعش من عندنا. طبعا. فما انساش ان اللي كان بيقيسني الجزمه خواجه كانوا بيشتغلوا في مصر عندنا خواجة. في مصر والله. اللي بيقلعني ويشوف لي المقاس المظبوط. كان في تفصيل في الشركه كل ما تتخيليه. كان عندنا اسطول عربيات تاكسي في مصر، كانت من اجمل بلاد من اجمل عربيات الكابيتالز. تاكسي مرسيدس. دي اللي هي مش امريكاني، مرسيدس دي مش امريكاني. لا، وكان عليها كده بجعه من فوق، مكتوب تاكسي وبجعه من فوق. لا يعني صراحه ستايل اوف لايف او كواليتي اوف لايف، يعني مستوى ليفل اوف لايف مختلف خالص بالزبط. يعني.
طيب مش هينفع ننتقل من المرحلة دي من غير ما نتكلم عن الوالدة الحنينة. كانت حنينة، وحضرتك دايما بتحب تقول إنها كانت فيها حنية خاصة وحنية كده من طراز فريد، فلازم يعني أنا كده بقول حضرتك. اتفضل. أنا عمري ما شفت أمي من وجهة نظري غير إنها ملاك. الله، الله، الله والله يرحمها. العظيم من يوم ما ابتديت أوعى وأنا مش شايفها غير ملاك، نموذج، التزام، بدون تزمت، آه، التزام في الأخلاق، في المعاملة، في الكرم، الطيبة. وعلى فكرة عيلة أمي كلها كده. بس يزيد عليها بقى أمي في حتة عينك ما تشوف إلا النور إيه؟ في الغلط. يعني هي حنينة وحازمة. في الغلط امم. مفيش يما ارحميني بقى، هنا اللي مفيش يما ارحميني خالص. خالص. بس ده كان صح. ده مش صح، ده أكبر صح. طبعا. ده أكبر صح. ما أنت هتعرف الغلط منين؟ إذا كان الغلط بيتعمل وما بيتقالش ده غلط أساسا، ولو اتقال يعني ما تعملش كده تاني، ده أقصاها. إنما لما يبقى في شخطة، وعلى فكرة يعني هي بس بلاش شخطة حتى، بصة. نظرة. نظرة. يعني الوالد كان عنده الميزة دي برضه، عمره ما مد إيده على حد، بس النظرة بتاعته ب100 علقة. أنا بشوف الحزم ده قمة الحنان على فكرة، لأن حنان إن هما عايزين يعني يكونوا شخصيات تريحكم بعد كده، وتبقوا عارفين الصح من الغلط، وعارفين تحطوا المبادئ بتاعتكم، عارفينها بتبنوها ازاي. هي دي على فكرة ده قمة الحنان في الحزم والصرامة في التربية. وحتة بقى الكرم والخير اللي كانوا بيعملوه، أنا اكتشفت بعد وفاة الاتنين إن أنا ما كنتش شايف إلا 10% من اللي بيعملوه. لما بقيت أب بدأت مش تدرك لما ده؟ بقيت أب، إمتى؟ أنا بقول من اللي بيعملوه، امم. الخير اللي بيعملوه. ما احنا هننتقل على طول بقى للخير. حاجات بقى ابتدت تتكشف بقى. كل ما قابل حد من اللي كانوا يعرفوه، ده أبوه كذا 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 كذا، ده عمل معايا كذا كذا كذا، دي الوالدة كذا كذا كذا، حاجات ما نعرفهاش خالص. على فكرة هو ده طبعا شيء جميل، وهي وجهات نظر في الحتة دي. أنا من وجهة نظر يعني مختلفة، يعني مختلفة في وجهات النظر. هما ممكن كان بيظهر 10% من اللي بيعملوه، وال90% لا تعلم شمالك ما قدمت يمينك. صح. أنا بس شايفة دي صح ودي صح. هي دي صح ودي صح. الاتنين صح. يعني في حاجات لازم بتتعمل، المهم النية. أنا بعملها علشان يقال هذا كريم، ولا علشان إن أنا أشجع الناس وأحفز الناس؟ 100%. ولا النية مهم. النية. النية صح. النية أنا بقى يعني هي في شعرة بين دي وبين دي، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى: اللهم اجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، آمين يا رب. وأعوذ آمين. بك من أي عمل أردت به وجهك وخالطني فيه غيرك. ونعم بالله. آمين. شعرة طبعا. بسيطة. صح. لما أجي أطلع معاكي ده في حضرتك البودكاست مشرفني بتاعك مشرفني. وقلبي يعمل كده، يا مين قلبه؟ ده ترى، قلب أنا. لا مين قلبه اللي والله، يعمل كده؟ يا ترى هطلع أقول إيه لحسن دي تبيني كذا، أجي يوم القيامة ألاقي ما قد قيل يكبوه على لا مثلا. أمال أنا أعمل إيه صحح طيب؟ صحح يعني النية، ولا صحح طب النية لو بسرعة. حضرتك كده نعمل إيه طب يا دكتور؟ أنا معقولة؟ طيب عيلة سلام هي عيلة عريقة ومعروفة دايما بحب الخير، ودايما بيبدوا مصلحة المجتمع عن مصلحتهم، معروف عنهم المسؤولية المجتمعية طول حياتهم، الحمد لله رب العالمين. وده فضل كبير من ربنا الحقيقة، يعني ربنا يبارك لكم فيه. إزاي حضرتك وانتوا صغيرين لسه في كنف الأسرة كانوا بيزرعوا جواكوا قيم المسؤولية المجتمعية ومراعاة الناس اللي حوالينا ومجتمعنا وبلدنا، وإزاي حضرتك يعني دلوقتي بتمارس نفس دور الأهل مع الأحفاد؟
في نفس بُصّي في غرس المنهج ده؟ بُصّي يعني هو الزمن غير الزمن. أيام والدي ووالدتي وإحنا صغيرين كنا بنتلقّى الشيء ده، المبادئ دي، الأصول دي، العمل الصالح ده بالنظرة. أشوف إن هو بيعمل كذا أبقى عايز أعمل زيه. باشوف الشيء الكويس، هم يمكن يكونوا بيعملوها هافترض يعني علشان إحنا نتعلّم، بس ما باقولهاش أنا باعملها لك، باعملها كده عشان تتعلّم، فكانوا بس أنا باتلقّاها منّه كده كإنّها أمر واقع. عشان كده أنا دايمًا باقول إيه، يا جماعة والله العظيم 3 ده كرم من ربنا، والله ما عملنا مجهود، بالفعل مش بالكلام، تشوفوا بالفعل. بعينيكم. سيدنا النبي كان كده عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، هو كان كده، اللي عمل اللي هو بيعمله من غير ما يقوله. سيدنا النبي عمل كده، الصحابة يعملوا زيه على طول، أي حاجة مش لازم كان يقولها بنفسه، بس هو لو بيقول طبعًا علشان إحنا، إحنا بقى اللي إيه، ال 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 الأمة الإسلامية على في المستقبل كله، بيقول لنا إحنا الكلام ده، إنما الصحابة ما كانوش محتاجين، هو اللي يعمله بيعملوه على طول. ده زمن سيدنا النبي، عليه الصلاة والسلام. وزمن اختلف، وأيام والدي ووالدتي ممكن يقولوا لنا بعض الحاجات، مش يعني كله كده بالنظرة بالتلقي كده من غير كلام، ممكن يكون في بعض الحاجات في البسيطة. حوار الأسرة، في الاجتماع، يعني يعني لمّا تبقى تجتمعوا مع يعني بعض. مش ممكن لو كانت الصلاة خلاص أنا شُفته بيصلي فأنا هاصلي، ما كانش سيدنا النبي قال علموهم سن عليه كذا الصلاة والسلام. واضربوهم عليها في كذا ومش عارف إيه، لأن الموضوع مش سهل، ده على سبيل المثال. النهارده بقى الموضوع غير كده خالص، مع يعني مع الأحفاد بقى. باحمد ربنا سبحانه وتعالى وأشكر فضله، بس محتاج دلوقتي للجيل الحالي، سواء أنا باتكلم على الأحفاد والحمد لله ولاد الأحفاد، ما شاء الله، اللهم بارك، يا رب تفرح اللهم بيهم لك الحمد. كلّهم يا رب وبولادهم، الحمد ربنا يا لله رب يبارك لك في عمرك يا أعلّم ولاد دكتور. الأحفاد، ما شاء الله. ما فيش يوم يكون فيه gathering، تجمُّع، لقاء بيننا وبين بعض، لازم شوية أنا مجنون شوية، لأ عندي حضرتك. speaker كده ابن لذينة بيشتغل بالبطارية ومايك بتاعه بيتشحن، واخده في أي حتة ممكن أعمل بيه درس. حلو، بتعمل بيه إيه بقى؟ فبقى لمّا يكونوا موجودين بقى ودوشة وزعيق ولا بيلعبوا وبتاع، أروح جايب المايك فاتح البتاع، سكوت، كله يسمع جدو، مش هتقوموا من هنا لمّا لازم يبقى في حاجة، لازم القعدة دي نطلع بيها بحاجة، دي فكرة حلوة أوي، والله العظيم. حلوة جدًا، فكرة حلوة. يا ولا منك له، كله يرمي الموبايل بتاعه، إحنا قاعدين مع بعض مش شايفين بعض، كل واحد ماسك الموبايل عايش العالم بتاعه، ده حقيقي. كل واحد منفصل تمامًا عن اللي حواليه. أنا باتكلم بقى دي إيه، دي نواة، يعني باتكلم على أسرتي دي نواة للمجتمع المصري كله، كله كده. تلاقي كبار قاعدين مع بعض، كل واحد مشغول باللي في إيده، نادر لمّا تلاقي 2 قاعدين بياخدوا ويدّوا مثلًا ربع ساعة ونُص ساعة، لأ كل شوية طالع موبايل ومش عارف إيه ويرُد ده حقيقي. وياخدوا الموبايل ويروح بعيد ويتكلم هي حركة لا قد ما إرادية. هي فيها ميزة طبعًا، بعض المزايا ممكن مش محتاج إن أنا أقولها كلنا حاسينها، إنما الموضوع بقى over زيادة، والقصة بقت جاذبة بشكل مش طبيعي، وبقت فيها سلبيات تعباني أنا شخصيًا، لإن أنا بقى لي يمكن حوالي أكتر من 6، 7 شهور عُدت تاني إلى السوشيال ميديا، وباعمل حاجة وبانزّلها كل يوم بقى لي 6، 7 شهور، يعني منزّل حوالي 200 حلقة، حلقة حلوة الحلقة دي، هي مش حلقة يعني، حلقة آه. هي مش حلقة أوي يعني، بس هي طب إيه، ده حضرتك أنا podcast بتتكلم فيه. أنا حاطط صورتي
وباحط الصوت بتاعي على صورتي دي مثلًا كأنها يعني فيديو، audio أوديو podcast. بس مش أوديو بس audio. واضح إن أنا اللي باتكلم يعني. كل يوم في موضوع، بقى لي النهارده حوالي 7 شهور. لأ أنا عايزة اللينك. أنتِ لأ. لو دخلتِ هاشتاج دفّي قلبك مع نيازي سلام، أيوه طبعًا. دفّي قلبك مع نيازي الاسم حلو سلام. أوي، الاسم حلو أوي. الحمد لله رب العالمين، أتمنى من ربنا، أنا باسأل كل يوم أقول له: يا رب، يا رب الفاتح. والله العظيم ساعات مثلًا زي ما إحنا دلوقتي قاعدين بنتكلم، تقولي إيه في وسط الكلام، تقولي كلمة تروح منوّرة أحمر وأخضر في دماغي، أقول أنا الموضوع ده الكلمة دي أنا هاخدها وأتكلم عليها النهارده. حلو أوي. ساعات أحس بحاجة إن أنا عايز أتكلم في الموضوع ده، طبعًا أنا بانزّلها في ميعاد برضه يعني ما بين الفجر والشروق. ده فترة الإلهام كله، اللي هو الحمد لله رب العالمين، بتبقى زي كمان قبل ما أبعت، بتبقى مراجعة، وكتير أوي، أوي، أوي ممكن قبل ما أنام أكون جهّزتها، آه، عشان الصبح أروح آه. باعتها بس، ألاقي نفسي الصبح موضوع تاني خالص، خالص، ربنا يلهمك بحاجة تانية حاجة تانية تمامًا. خالص. طب إزاي أنا هاقعد بقى أفكّر فيها وأحط نُقط عشان أتكلّم فيها. ربنا سبحانه وتعالى تيسير غريب. لمّا أبعت اللي بيحصل ده بقى، لمّا يحصل وابعته، رَد الفعل اللي بييجي لي بقى من الناس اللي متابعين، أنت كإنّك بتكلّمنا، الله! أنت سبحان الله، أنا كنت محتاج أسمع ده النهارده، ربنا بيستخدمك. والله العظيم 3. لأ بس لأ بس هو الموضوع، بس هاقول لحضرتك حاجة، يعني موضوع الpodcast أو الخواطر اللي حضرتك هي خواطر هي بالضبط كده، خواطر، هي خواطر دفّي قلبك مع دكتور نيازي لأ سلّام. مع نيازي سلام من غير خلاص دكتور. نشيل مع نيازي سلّام دفّي قلبك. هي خواطر، وأعتقد ربنا، مش أعتقد، هو أكيد ربنا بيحطها في دماغك ويستخدمك وينطقك بيها، فهي رزق الحمد للناس اللي لله. بتسمعك ورزق بابتديها ليك كده يعني. بُصّي، أنا بابتدي دفّي قلبك مع نيازي سلام بالطريقة اللي أنا هاقولها دلوقتي. اتفضل. حبايب قلبي الغاليين، صباح الخير والنور، صباحكم إن شاء الله مليان بركة ورحمة ورضا وسرور. وأخُش على الموضوع. تحبّي أقول لِك اللي أنا بعتها النهارده؟ أدّيك بس تعليق، إيه الطاقة الإيجابية في الintro دي؟ إيه ده؟ بجد؟ لأ دي طاقة، والله الطاقة يعني وصلت لي وأنا قاعدة، يعني لو تتسمع كل يوم الصبح، طاقة إيجابية كده على الصبح رائعة. ممكن تقول لي بتاعة النهارده يا دكتور، أحب أسمعها، اتفضل. حبيبتي، حاضر. حبايب قلبي الغاليين، صباح الخير والنور، صباحكم إن شاء الله مليان بركة ورحمة ورضا وسرور. الحمد لله رب العالمين إن ربنا تكرّم على الفقير إليه وخلّاني قريّب حبّتين من الناس، نظرًا للي أكرمني بيه سبحانه وتعالى من تكليف، وده خلّاني عايش شِبه متوحِّد معاهم. وبقى لي فترة مش قليلة كل المكالمات اللي بتوصلني ويكون ربنا كاتب ومقدّر ليّا إنّي أرُد عليها، والرسايل اللي بتيجي لي كمان بنفس الطريقة ولنفس السبب، لإنّها بتيجي لي بالآلاف يوميًا. لاحظت إنّي أكاد لا أسمع أو أقرا إلا هموم وكروب ومشاكل واكتئاب. والحمد لله الذي عافاني وبعضًا من خلقه مما ابتلى به الآخرون، وهم على فكرة بقوا من الأغلبية، وإن كان حالي والله من حالهم، فأنا بيوصل حالي زي ما قُلت باكون متوحّد معاهم. وعلشان كده رسالتي دي النهارده لكل مهموم، وباقولها والله من أعماق قلبي وبكل هدوء وصدق، لإني عارف إن الدنيا تقيلة والحياة كل يوم بتزيد صعوبة على الناس، وعارف إن الحمل بقى فوق الطاقة، وإن في ناس كتير بتضحك من برّه وقلبها من جوّه متدمّر ومكسور ومخنوق وبيبكي. بس خلّي بالك، الهَم ده مش علامة غضب، ده اختبار،
وقضاء ربنا لما بينزل بحكمة حتى لو احنا مش شايفينها دلوقتي. انت مش أول واحد تتوجع ولا آخر واحد يشيل هم، وكل كرب مر على بشر قبلك كان ليه آخر حتى لو طال شوية. واسمعوا بقى الكلام اللي طالع من قلب إمام وعالم عارف ربنا كويس وليه مذهبه، وهو الإمام الشافعي اللي بيوجه كلامه لكل مهموم وبيقول لنا نبراس أمل نمشي عليه ومش مجرد أبيات شعر وبس. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يعني مهما طال الليل الفجر جاي، مش لأن الظروف هتتغير وبس، لكن لأن ربنا هو اللي بيفرج. اليأس ينقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. يعني اوعى تيأس، اليأس مش هو الحل، لأن اليقين في ربنا ورحمته هو الحل وهو طريق النجاة. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. يعني ربنا بيخلق من العسر يسر ومع العسر يسر، ودي مش صدفة لأن ده صنع إله وهو الله. الله الله أكبر. الله الله أكبر. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يعني ارضى، وده مش استسلام لكن ثقة إن اللي اختارك واختار لك الاختبار ده هو اللي خلقك، فمش هيكسر قلبك. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يعني لو الدنيا كلها قفلت وقفلت، باب ربنا عمره ما يقفل. فاصبر، واوعى في لحظة تتجنن وتفتكر ان ربنا نسيك، لانه سبحانه وتعالى بالاختبار ده بيحضرك لفرج هيخلي الوجع والهم ده كله ذكرى تتعلم منها حاجة. ربنا يكشف همكم جميعا ويشرح صدوركم جميعا وييسر أمركم وينور قلبكم ويبدل ضيقكم طمأنينة ويعوضكم خير. ربنا يرضيكم ويجبر بخاطركم ويعطيكم حتى يرضيكم. آمين. الله يا دكتور، الله بجد يعني. طب أكمل إزاي البودكاست بعد اللي أنا سمعته ده؟ لا انت بس بتبالغي. لا والله العظيم، ده كلام والله ده فيه طاقة إيجابية وروحانيات عالية جدا. والله هو طالع من قلبي، لأن باين النهارده باين. يعني الكلام ده يعني قلته الصبح وكتبت النقط دي بسرعة كده، وبعدين بعيد بعد كده حلو قوي. كتابتها عشان تبقى عندي ريفرنس، لأن في كذا حد قالوا لي عايزين نعمل كتاب وناخد الحاجة بتاعتك، قلت لهم كلهم جاهزين ده يبقى حلو وخش على قوي. ده في قلبك هتلاقي كل حاجة، اعملوا ولو اللي انتوا كتاب كمان عايزينه. على فكرة برضو يبقى حلو للناس اللي بتحب تقرأ أو بتحب مثلا يبقى عندها الأدعية بتاعتها، عندها الأوراد بتاعتها مثلا، يبقى عندهم تجديد في الأوراد والأدعية، والله هو ده كان ياخدوا من بسبب حضرتك. سبحان الله امبارح يعني كان يوم عصيب ضغط شديد، كلها ناس بالحال ده اللي بقول عليهم طب والله مهمومين أشكرك، حضرتك تعبانين. ده شرفتني النهاردة، وامبارح كان يوم عصيب كان يوم عصيب يعني. جدا، بس بجد أشكرك انا جدا. بحس ان كل حد بيكلمني طالما شفت رقم او شفت رسالته ما ينفعش، ده حقيقة. ما ينفعش بالنسبة لي. والله العظيم 3 بحس ان انا في اللحظة دي في اختبار من ربنا هتسأل عليه. طب انت شفت المكالمة او في حد كلمك او جات لك الرسالة وقريتها، ما عملتش حاجة، انت وقعت في الاختبار ده. خايف. بس حضرتك كده مش بتحس ساعات إن أنت ممكن ساعات تبقى قاسي على نفسك؟ هل كل مرة بيبقى عندك انا نفس الطاقة؟ انا مش ببقى شايف، بس اللي حواليا كلهم شايفين بيحسوا إن أنت ويقولوا بتيجي لي على نفسك؟ ارحم نفسك، او بيقولوا لي يعني من فضلك اتعلم تقول بقى لا.
أنا شايفة برضو إن حضرتك لازم تخلي بالك على صحتك والنفسية، بصي هقول لك على حاجه. عشان حضرتك امباث هو أو زي ما بيقولوا اللي هو التعاطف عندك عالي جدا، وساعات التعاطف العالي ده بيكون هو نعمة وفضل يعني رحمة الإنسان هي نعمة من ربنا إن هو يخليه إنسان رحيم، بس لازم يكون في ترشيد في الصفة دي لأن إحنا بشر وطاقتنا محدودة. آه أنا يعني ده وجهة نظري الحقيقة يعني. حبيبتي ربنا يبارك لك، بس يعني لكن ممكن حضرتك اكون استثنائي زي ما قلنا في انا أول يعني في هقول الانترو. لك يعني يمكن شويه انا هبقى مختلف معاكي في الحته دي. انا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اقبض وانا على طاعه او ربنا على يديك حاجه خير، الصحة وطولة العمر. لان يبعث المرء على ما كان عليه. طالما فيا نفس وقادر، على فكره الموضوع بسيط جدا، اقسم بالله انا بتوجع بس، انما الحلول بسيطه جدا. والناس هتسمع الكلام ده لاول مره، بس انا خلاص ايوه بقى الضغط شديد، بس القصص كلها بتتحل ازاي؟ ربنا بيحلها. ربنا طلع لنا ده اه علشان نحل بيه. صح. فانا ربنا رزقني الفهم ده من سنه آه ما اسسنا بنك الطعام. ما هننتقل لها بقى دلوقتي. اه طيب. ان حسيت في لحظه ناس، في آلاف من الجمعيات الخيرية وكلها حاجات صغيرة، احنا دلوقتي المظلة بتاعتهم. يعني في آلاف من الجمعيات بيشتغلوا تحت مظلة بنك اه الطعام. طبعا. كويس. كان ممكن بنك الطعام يبقى واحد من الآلاف دي ومش لاقي حد يساعده، صح. مش هيلاقي جمعية أم أو أب، صح. عشان احنا في كذا مؤسسة دلوقتي بنقول احنا أبو الجمعيات أو أم الجمعيات أو أيا كان، ودي حقيقة. صح. وكلهم ناس محترمين وبيشتغلوا دلوقتي صح وكل حاجة. وتلامذة حضرتك. يعني ما لا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، اعوذ بالله ان اقول تلامذتي، بس اتمنى من الله انا متعلق في قشه ان احنا اول ناس اشتغلناها بهذه الطريقه وبهذه الحرفيه، فبالتالي اللي طلعوا ونووا بقى عندهم حاجه شايفينها فبيعملوا زيها او بيسالوا او بيعدلوا نفسهم. اتمنى. حضرتك يا دكتور ببنك الطعام غيرت مفهوم العمل الخيري في مصر 180 درجة، دي مفيش فيها كلام، دي حقيقة وواقع. عارفه ليه؟ وبقيت مدرسة وليك مدرستك في العمل الخيري وطريقتك، فالناس دلوقتي بقى عندك بقى زي تلامذة ومؤسسات بتطلع من تحت الجناح وانتوا تحت إشرافكم. لازم يبقى الوضع كده. أنا انبهرت لما تعرضت اكتر لبنك الطعام، وكنت في معرفتي بحضرتك لما كنت بعمل بروجكت، لما كنت بعمل ماسترز في AUC، انا ما كنتش مصدقه ان في كده اصلا لا في تعالي مصر، بقى، وده كان يعني من تعالي فتره. بقى كان من فتره، شوفي، كان قبل الثوره. تعالي بقى فدلوقتي شوفي. احنا احنا في حتة تانية خالص انا متاكده خالص. انا متاكده. يعني بصي هي لحظة، والله العظيم لحظة كان ممكن بنك الطعام ده يفضل جمعية صغيرة بنلم من بعض فلوس بنعمل شنط أو كراتين وتتوزع. لا ده حضرتك شغل مؤسسي من يوم ما ما بدات. هو ليه بقى؟ من يوم ما عشان بدات. ربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه نبهني، قال لي وحياة مش عارف ايه، ده مش عشان سواد عيونك، ال ال العلاقات والنجاح ده مش عشان سواد عيونك، انت ايه تسوى ايه يعني عشان اديلك ده؟ انا الفكر او الناس اللي بتساعد معايا طريقة الإدارة والعلاقات اللي تكونت بشكل غريب جدا جدا جدا، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى رجال الأعمال في مصر كلها، فجأة. ليه؟ عشان بنك الطعام جاي. ليه؟ عشان استغل الناس دي. ليه؟ علشان صالح الغلابة المستحقين. اوعى تفتكر ان ده علشانك انت، حطها حلقة في لا هو ودنك، ربنا بيستخدمك. حطها حلقة عشان كده انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى يستخدمنا ولا يستبدلنا، لان في ملايين طبعا. ممكن يكون احسن مني 100 مرة. طب ان ربنا يكلفني انا؟ لا يا نهار ابيض. فضل كبير تفضل تقولي لي تحمد ربنا عليه. تقولي لي بقى اقعد بقى او خف على نفسك لا شوية. انا بعتبر نفسي يعني اوعى يا زي بنات ابني، حضرتك، انت خف على تعبت، نفسك شويه. انت تعبت، تعالى كده بقى على جنب انت شوية كده بقى، طب يعني نجيب حد يسرى بدالك. واخواتها مش بيقولوا لك خف على نفسك شويه؟
أنا يعني لا حاسة كده. طبعا، طبعا، طبعا بيقولوا لي وبيحسوا بيا يعني. طبعا بس لما بيشوفوني بيقولوا لي مثلا انت تعبان، انت عيان، انت في حاجه مضايقاك. عشان من قلقانين فضل عليك. الله سبحانه طبعا. وتعالى، من فضل الله ان ما بيكونش تعب خاص بيا، تعب لحد. الحمد لله رب العالمين. طيب تعالى بقى نروح لحتة لطيفة وخفيفة كده. حضرتك كنت دايما بتقول موضوع شغل الشباب في الصيف، وبتشجع الشباب ما يروحوش الساحل ويروحوا يسافروا بره يشتغلوا ويتعلموا. وحضرتك عندك شغلانة interesting، يعني بصراحة غريبة، اشتغلتها وحضرتك صغير. اشتغلت فعلا في النمسا في الدوكو. ايه ده؟ ايه لا والله العظيم 3. ايه ده؟ انت جبتيها منين دي؟ يعني؟ جبناها. هي اه اشتغلت فعلا مش اصلا. انا قلت هي لك؟ صراحة لما عرفناها انا اتخضيت. والله العظيم اشتغلت اتخضيت الصراحة. كده. وسبحان الله ان انا اشتغلت دي في اخر اجازه صيفيه ليا في الجامعه. اوكي. ده قبل ما والعائد، قبل العالم بقى العائد بتاع السفريه دي، العائد المالي المادي او المادي هو اللي جوزني. شغلانة الدوكو في النمسا. اه ايه الإحساس الرائع وحضرتك شاب صغير رحت. وبتتجوز بفلوسك، والله العظيم 3. مع ان انا الوالد كنت مقتدر ويجوزك عادي، بس حضرتك بشغلانة الدوكو في النمسا، يعني نقول جزء كبير من الجواز كنت قايم بيه بمجهودك. وده من ضمن الحاجات ده من اكتر اللي الحاجات ده اللي من ضمن الحاجات بتبسط. اللي على فكره اللي اتربينا عليها، في اللي الأصل هي من حضرتك الرجوله. في الأصل حضرتك رجل عصامي، بتكلم فكرا. لا احنا وأنا اتولدنا في بقنا معلقه عارفة، دهب بس أنا يعني. لا ساعات هقول لك على حاجة. ابويا سلمنا بس الدفه في الوقت المناسب. أنا بشوف العصامي دي عقلية، مايند سيت. يعني رجل عصامي ممكن. عقلية أو مايند سيت. أنا بشوف ناس ممكن يبقوا من أسرة مقتدرة زي حضرتك، بس هم عصاميين، بص هقول. عندهم الفكر بتاع أنا لازم أبقى مستقل، أنا لازم أعتمد على نفسي. أنا على فكرة بقى يعني جوزي كده، أنا بشوفه هو عصامي، بالرغم إن هو والده ربنا يخليه لنا أنكل بهاء يعني برضو طبعا. الحمد لله، يعني وهو صغير، بس هو لا، الاستقلالية المادية وفي الشغل وفي الحياة دي عقلية، بص في ملاش علاقة بالأصول إيه. انا معاكي، وفي حاجات كتير بيبقى معرفش يعني زي ما قلت الرضاعة تربينا عليها، إحساس، فهم، حاجات كتير. ناس كتير لما بتيجي تحسب حسبة داخلة مشروع مكسب وخسارة، يهمه في الآخر أنا هعمل إيه في السنة الأولى التانية التالتة، إمتى هبتدي أحقق أرباح، استرد رأس مالي، مش عارف إيه، كلها إيه، حساب مادي بحت. الحمد لله، الحمد لله أن عمر المادة يعني إحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، ويجب أننا كلنا ندعي ربنا هذا الدعاء، كل البشر. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، لأن لو آمين جعلتها في آمين. أيدينا هتجيك راغمة، وده اللي بيحصل. طيب إحنا النهاردة كمجموعة اقتصادية أو شركات موجودة في السوق ولله الحمد، طبيعي إن احنا نفكر كده، بس إحنا بقى بنفكر كده علشان حاجتين. أولا من فضل الله ربنا مغرقنا بحيث إن احنا عايشين مرتاحين جدا جدا جدا، الحمد لله ولله الحمد. الحمد لله. طب يا عم ما تيجي نبص لها نظرة تانية بقى. إحنا ربنا جعلنا سبب لفتح بيوت ناس، طبعا طبعا. صح؟ واختاركم، كان ممكن يختار غيركم. واخترنا صح. بالظبط، كان ممكن يختار غيرنا. طب لما ربنا جعلنا لفتح بيوت ناس، والناس دي كل واحد بيشتغل وكل واحد بياخد أجر في الدنيا مادي على قد الشغلانة بتاعته، هيكل الأجور على قد الوظيفة اللي بيشتغلها. فإحنا لما بنيجي نخش في حاجة وبنيجي أو هنتوسع أو نفكر في حاجة، بنفكر في الجزء ده بالدرجة الأساسية. في مثلا زي ما قلنا احنا كنا في بنك الطعام حاطين هدف، وطبعا أنا لغيته الهدف ده، إن احنا نقضي على الجوع سنة كذا. ربنا ليه اداني، لغيته؟ ربنا اداني على دماغي، قال لي انت بتهرج، تقضي على الجوع ايه؟
هو أنا أقول نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وأنت تقضي على الجوع؟ اللي أنا ده سنة من سنني في كوني، ربنا حط سنة من سننه في كونه الجوع، أنت مش هتقضي عليه. عشان كده أنا لغيت دي، ما قلتش بقى إيه معا للقضاء على الجوع، بقى الغذاء أساس الحياة، وعدلنا ده الكيان ده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هيفضل يا رب، موجود. ربنا يديمه طبعا طبعا. نرجع بقى نرجع لدي، وبعدين اه نرجع تاني للحتة دي في بنك الطعام. اتفضل. فاحنا حطينا لنفسنا أهداف، سنة كذا يكون عندنا كذا عامل وموظف، وسنة كذا يبقى عندنا كذا، وسنة كذا حطينا كنا آخر حاجة، وهي إن شاء الله محسوبة لنا، لأن احنا بعنا الشركة دي لأكبر شركة في العالم زي ما قلت بتاعت الأجهزة. أيوة. سنة كذا يبقى عندنا 35,000 عامل وموظف، وقد كان مشينا على الخطة والهدف وحققناها. صدق راحت مع النوايا. حد تاني، احنا السبب ان احنا عملنا أيوة الشركة طبعا. دي، فان شاء الله ما عند ربنا. نخش بقى على تاني على بنك الطعام ده، يا هناه امه ده عياله اللي بيشتغل في بنك الطعام ده، يا حياته بيقضيها هناه. في خدمة وخدمة بس يبقى ومساعدة عنده الغير. عنده ضمير بس بس يعمل كل اللي في وسعه بس، وده الطبيعي المفروض ده ده في اي ورزق، شغلانه. ويبقى ما شاء الله كله بركة. ده انت يا عم اللي بتقبض بيشتغل في بنك اولا، الطعام أو أي اولا انت مؤسسة بتقبض خيرية. زيك زي في اي شركه، دي هي رقم واحد. مؤسسة، هي نظام مؤسسي زي أي انتربرايز انا أو عايز شركة. كفاءه على ده كذا زيه زي اي حد، لانه ده ممكن حقيقي. اللي انا طالبه ده ممكن هيلاقي وظيفه في شركه مالتي ناشونال، هياخد قد ايه؟ هياخد كذا، يجي هنا ياخد، وعشان كده لانه انتوا هو حضرتك هينقله. كفاءات عندكم عالية، مستوى الكفاءات في بنك الطعام هي كفاءات هاي كاليبرز، الحقيقة كفاءات عالية جدا. من الاخر زي ما بيقولوا، بيجيبوا من الآخر من يعني. الاخر. من الآخر. بس فوق ده بقى اجرهم عند ربنا. مش قعدت انا اقول بنحول على خزائن الاخره؟ طب انت بس اعمل اللي عليك، خلي عندك قلب واعمل اللي عليك، عندك ضمير واعمل اللي عليك، وعندك قلب، عشان اللي انت بتعمله ده هيروح لناس متدمرين. عملت ده، يا خبر ابيض، ده ربنا انت هتتفاجئ، يقول يا رب ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما عملتش كده. ايه ده؟ ابهار، ربنا يبهره عشان بس نية وعمل اللي عليه فقط. فانا بقول لكل ولادي اللي في بنك الطعام، حسيت ان انا السادات دي كل ولادي حسيت بقول لهم فكر مليون مرة قبل ما تقول اروح حتة تانية. انت يا ابني هنا بتشتغل، تاخد زيك زي اي حتة بره، وبتاخد عند ربنا، والله يضاعف لمن يشاء، بقى الله تعالى اعلم قد ايه انت ونيتك. يعني حضرتك مش بس يعني بنيت كيان هو لأسرة سلام بتحولوا منه لخزائن ربنا بعد الانتقال، انت حضرتك كمان فتحت مؤسسة هي بتتيح للي بيشتغلوا فيها ان هم كمان يحولوا في حياتهم لخزائن ربنا اللي هتقعد لهم بعد الانتقال. والله اتمنى انا شغال على الحته دي يعني بايدي لو هم بالمنتاليتي دي، هم فعلا يا بختهم اللي شغالين في بنك الطعام او في اي مؤسسة والله خيرية. الحمد لله رب العالمين. انا ليا لقاءات مع ولادي عائله بنك الطعام، لانهم كلهم ما شاء الله شباب، وانا ابوهم، ومفيش لقاء بيتم الا لازم اعيد وازيد في الحته دي. هم ده انتوا يا هناكوا على فكره، ربنا برضو اختارهم لخير زي اوعى نفس تفتكر ان السي في بتاعتك اللي شغلتك هنا، لا ربنا عايزهم هنا. والله العظيم 3. اوعى تفتكر ان انت كلمت حد فوصى، مفيش توصية. اولا ده ربنا مختاركم، وبستخدم كلمة كده، اصطفاء. ده اصطفاء ليك من ربنا، ان يبقى اكل عيشك في الدنيا هو خير ومساعدة هو وفي عطاء اجرك في طبعا. الاخرة، ده حلو قوي. وثوابك في يعني الاخرة. يعني ولو هم كلهم مصححين النية ده كده ما شاء الله، يعني خزائن الآخرة عندهم ما شاء الله يعني بتتملي ان شاء الله بفضل يا رب الله يا رب. وبفضل فكرة حضرتك. طيب حضرتك لو جينا كده سرحت كده مع نفسك ونيازي الولد الصغير،
بيحلم لسه بحلم ما تحققش لحد دلوقتي؟ جوه كل إنسان فينا طفل، فنيازي الطفل الولد في حلم جواه لسه ما حققوش؟ وانا صغير كنت بحلم بحاجه ما اتحققتش، ولا آه هو السؤال كده؟ آه اه، واحمد ربنا انه ما اتحققتش. حلو ده. طب إيه؟ ان انا كنت بحلم ان انا اطلع دكتور. إيه ده كان حلم حضرتك تطلع دكتور؟ وانا صغير بس كنت. هي مهنة برضو فيها مساعدة وإنقاذ الغير، هي نفس ايوه نفس ايوه بس الكود انا اوف ethics ما أو المبادئ بتاعتك. ايوه بس انا كان تفكيري على قدي وانا صغير، ان انا بتخ... بفكر اطلع بت... دكتور. بتخاف من الدم بقى والحاجات دي؟ كنت قوي جدا 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 نظرا لطبيعه شغلنا. كنت قويا، اصبحت ضعيفا على أوكي غير العاده. ممكن الواحد أوكي. يبقى ضعيف ويبقى قوي، يقوى. انا كنت قوي جدا، كنت بشيل قتلى، اصابات في المصانع، اللي اتفتحت دماغه، واللي طار ايديه، اللي مش عارف يبقى ايه، برضو كنت نتيجه حضرتك الاهمال. تنفع تبقى كنت دكتور؟ باشيلهم واخدهم. لا انا ممكن كل اه حاجات كتير جدا. يعني عندي انا عندي حاجات غريبه كتير يعني ايدي في كل حاجه. صلح بوابير الجاز، وطلع واعالج واعمل مش عارف ايه، كل حاجه. واحب الفن واحب المزيكا واحب الرسم صراحة كنت وحضرتك برسم وانا صغير. بس انا كنت طفل صغير. انت بتقولي لي حلم وانت صغير، اه بس انا اقولها يعني كدعابه. تسمحي لي اقولها كدعابه اتفضل لحسن الناس طبعا. تاخدها عليا، تقول ده مثلا لا ده اتفضل. ده عبيط ده ولا ايه. لا العفو لا العفو اتفضل حضرتك. انا وانا صغير اصبت بحمى روماتيزميه، اوكي. قعدتني سنه كامله في البيت ما اتحركش، وعلاج وحقن وما اروحش المدرسه. دي كانت احلى حاجه فيها على فكره، ان انا ما اروحش المدرسه. ما حضرتك شكلك كنت شقي في المدرسة يا دكتور. والله كنت متربي. لا يعني شقي شقي شقاوة جوايا، مؤدبة، ما في شقي الشقاوة جوايا، أنواع. شقي جوايا، عايز اعمل حاجات بس شقاوه. شكلك كنت بس شقي. كنت متربي عشان لو عملت الشقاوه دي ابويا هيزعل مني. يعني شقي من تحت لتحت، اللي هو مع اه نفسك اه كده، اه او اه, او ما تبقاش حضرتك اللي في الوش، آه وتدير مايسترو لا بصي، الشقاوة في لا انا الكلاس او في بصي، الفصل. لا انا جدع قوي في الحاجات دي. يعني اشيل عن اصحابي واشيل عن اخواتي ياه. اه والله العظيم اتصدر. من وحضرتك طفل. اه اوكي. يعني ما بقاش انا لو ما عملتش كده. بس هي قصه ان انا بحلم ان انا اطلع دكتور، عشان الدكتور كان بيجي لي، وامي رحمه الله عليها كانت بتقدم رحمة له الله عليه. شوكولاته وتقدم له حاجه ساقعه. بتحسي بالتقدير؟ لا مش تقدير، انا نفسي في الشوكولاته والحاجه الساقعه. لا انا يا عايز اطلع دكتور عشان لما اروح لل... الشوكليت سبب حلمك انك تبقى دكتور؟ ايوه انا صريح معاكي، انا كان عندي كام سنه؟ 6 7 سنين. 7 سنين بتيجي في السن كان ده. عندي 7 سنين. ف حسيت انها مهنة حلوة قوي، انا شايف بقى حسيت الدكتور انها ده مهنة بيكرم لما جميلة. بيجي بيحترموه جدا ويقابلوه شوكليت ازاي ومش عارف وكانديز. ايه وبتاع. لا انا عايز اطلع دكتور عشان لما بروح للعيانين كده والناس كلها محتاجاه. وطبعا اه الناس كلها اه محتاجاه. حلم مؤقت، انتهى بالعلاج. انتهى بالعلاج. خل... والعلاج كان سبحان الله، يعني قعدت اخد الحقن دي فتره طويله، بنسلين اعتقد كانت ولا ايه، أمم. لغايه ما قالوا لي ان المشكله اساسا إن اللوز، شيل اللوز، راحت اللوز. ايه ده بجد؟ اه انا والله انا العظيم. كمان كانت عندي مشكلة اللوز دي طول عمري اه من وانا صغيرة. يعني هي اللوز بتعمل سرعه ترسيب بتعمل ومش عارف ايه بتاع، فشيل اللوز. شلنا اللوز، تحاليل كلها زي الفل، مفيش اي مشاكل، انتهت القصه. واتقفل الحلم بتاع الدكتوره كانت هي ودخلت. فترة المرض بس بتاع الحمى الروماتيزمية بس مش اكتر، كده. لكن غير كده خلاص. انما اوكي. حلم ما حلمتوش وانا صغير، يعني ايه؟ حلم ما زلت بحلمه. ما هو ده كان سؤال. ده حضرتك الله اكبر، انت الكروت شكلها قدامك. انا كنت لسه هسألك، هقول لك طب لسه في حلم انت مش حاسه انت ما وانت قاعده في حققتوش؟ حاجه زي البتاع اللي بيحطوها في الكاريكاتير وبتاع، وفيها الكلام فوقيكي؟ انا شايف الكلام اهو قدامي بقراكي. شايف الكلام اللي في الكروت؟ ايوه. طب لا تمام. طب انا مصدقاك. حلم. طيب هو فعلا هو
ده السؤال اللي جاي، حلم ده السؤال ما اللي جاي. حلمتوش وأنا صغير بس بتحلمه دلوقتي. بحلمه بقالي فترة كبيرة جدا، وعشان كده بدأت أبعت أقول دفي قلبك مع نيازي سلام. هو ده حلم كان عند حضرتك مش إن أنا أقول وبتحققه؟ دفي قلبك مع نيازي سلام، لا، إنك تقول. حلمي دلوقتي إن أشوف الناس أصبحت خلوقة متربية ولاد أصول، مش سوري في اللفظ، قلالات الأدب والتربية وانعدام الأخلاق والضمير، وما يصدقوا حتى لو واحد كتب كلمة غلطة مطبعية. لا، ده يتعمل ليه حفلة. يا نهار أبيض، أنا هقول لك على حاجة هتستعجبي. على فكرة أنا كنت بكتبها وبنزلها في نفس التوقيت، بس كتابة، م. ونزلت منها آلاف وقفتها. كنت مسميها إشراقات. حلو الاسم. وليه إشراقات؟ عشان كل يوم شروق ببعتها جديد. مع شروق الشمس، م. فسميتها إشراقات. وكلها تقريبا كان بس بتبقى مكتوبة مش بصوتي، في نفس الاتجاه ده. وبعدين لقيت بقى في إيه، 2011 أي حد بيدور عايز يلاقي غلطة، صح. يعني عايزين يلاقوا أي غلطة بأي شكل. لا كذا كذا كذا، وهجوم. إيه ده يا جماعة؟ دي غلطة مطبعية، ده غلطة وأنا بكتب بسرعة، ده كذا. كل حاجة تحت المنظار عشان تؤول. هقول لك على حاجة غريبة جدا، ما اعرفش، ممكن تكوني حسيتيها شفتيها ورميتيها، لان انت عارفاني، ده شرف فمستحيل. والله. أنا محظوظة إن أنا اتعرفت حضرتك وأنا صغيرة. الله حقيقي. يعزك يا رب بجد. ويكرمك. ايه هي الحاجة دي؟ م. مفيش حد بيسيب حاجة. يعني اعداء النجاح واعداء الخير، شياطين الانس كثر جدا. طب بنك الطعام يعني بس انا طلعت كده قلت احنا هنعمل كذا، عايز الناس تعرف عشان تساعدنا. م. هجوم ده الكلام ده حصل في البداية؟ في اول او تاني حلقة، هجوم معقولة؟ 4 صفحات ولا 5 صفحات في روزا اليوسف. بيهاجموا إيه بقى؟ يعني إيه اللي طلع ممكن علينا يتهاجم؟ رجل أعمال بحاجة مش عارف، بيقول عليها اسمها بنك الطعام، ودي إهانة للمصريين وإهانة لمش عارف إيه، وبيأكلوهم من الزبالة. والراجل ده فتح الحسابات بتاعت بنك الطعام على حساباته الشخصية. على فكرة اتعمل فيها حلقة مناظرة بيني وبين هذا الكاتب، يرحمه الله بقى، الله لأنه توفى يرحمه. إلى رحمة الله. هو عامةً هو الله يرحمه، بس نوع البشر ده لسه موجود لحد دلوقتي. ده لأ موجود، يعني هو واحد أكتر منهم. بكتير، لأ أكتر بكتير. بقوا أكتر. على فكرة أنا ما يعني في المناظرة دي تخيلي، يعني اتفضل قول. أنا يعني مش عايز أقول مين اللي كان أيوه. مستضيفنا، يعني علم من الأعلام بتوع الإعلام يعني. فبيقول لي: تحب ترد تقول إيه على اللي هو كتبه فيك؟ قلت له: أرد أقول إيه؟ أنا هاقول لك حاجة واحدة بس، لمّا واحد في اللي هو كاتبه عليّا يقول ما فيش إنسان على وجه الكرة الأرضية بيعمل خير لوجه الله، طب أرُد عليه ده أقول له إيه؟ معقولة ده كان فكره؟ والله العظيم 3 أقسم بالله. ده مش ده اللي ده كتبه، مش ده فكره، ده كتبه. ما فيش إنسان كويس؟ بيعمل خير لوجه الله؟ كويس. قُلت له: طب معقولة أنا أرُد هو عليه ده عنده إزاي؟ الاعتلال الفكري ده؟ والله العظيم. أنتِ عارفة الاستوديوهات بتاعة الفضائيات، تلاجة، صح؟ لأ، ما تكييف، رُحتهاش قبل كده، ما أعرفش الحقيقة. تلاجة، تكييف تلج، وكنا في الشتا كمان. أنا ما قُلتش غير الكلمتين دول، أنتِ متخيلة؟ إيه هم ليه بقى؟ بقى؟ هم اللي أنا قُلتهم دلوقتي. بس كده؟ أنا عايز بس أقول لك، يعني أنت دلوقتي جايبني في مناظرة بيني وبين حد مبدأه إن ما فيش حد على كوكب الأرض بيعمل خير لوجه الله.
طب أنا أرد عليه هو إزاي؟ حضرتك اوريدي عملت المناظرة دي؟ أيوه. ما كانش يستاهل إن حضرتك تقعد معاه لو لا هو لا لا كان بالفكر لا ده. لا لا دي عملت شغل ابن لذينه، يا خبر أبيض! فهمت الناس أنا في على الوقت ده واخد عهد على نفسي، والله لو قناة لو محطة إذاعة AM مش FM ولا هتطلع بتاع الساعة 3 صباحا، لو 3 صباحا عشان 4 عندك صباحا رسالة. ممكن 1 أو 2 3 اللي يسمعوها هانزل وأروح. ليه؟ علشان عليّا الأذان وعلى الله البلاغ، صح. ربنا اللي يوصّل لبقية الناس. فأنت جايبني واحد ده مبدأه، أتكلم معاه في إيه؟ خلاص أنا قُلت الكلمتين دول مداخلات، 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 مداخلات. كلها أكيد تشجيع. الراجل أنا باقول لِك تكييف وسقعة وبرد وبتاع، بيشُر عرق. عرق. أنا ما انساش اسمه لغاية دلوقتي، مش عايز أذكر اسمه حرام لأ بقى، خلاص طبعًا، حرام الله هو بين يرحمه. دين الله ربنا يرحمه. سبحانه الله وتعالى، يرحمه. لإن أنا في الآخر أشفقت عليه، عمّال يعرق ومش عارف يتكلم نهائي، وبعديها بفترة بسيطة توفى. أنا ما دعيتش عليه، والله ما دعيت عليه، أنا دعيت إن ربنا يفهّمه، بس توفى إلى رحمة الله. يمكن ربنا كان عايز يدّي له درس قبل ما يتوفى. والناس ورّتني آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يجعلنا منهم، ربنا يجعلنا منهم. أعوذ بالله إني أزكي نفسي. ربنا قال: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا." فربنا قيّد لي من يدافع عن هذا الكيان مش عني أنا، صح. عن هذا الكيان. طلعنا بحصيلة قد إيه؟ كده، ما شاء الله، فلوس، عشان صدق موارد. النية، ده صدق النية يا دكتور. بتقول إن الفلوس دي لا تساوي شيء، وفي نفس الوقت هي بتساوي كل شيء. ما حدش فاهم يعني إيه ما نقص مال من صدقة قط. إيه أكتر صفة في شخصية حضرتك بتحس إن هي سلاحك اللي بتقدر تستخدمه لما بتواجه أي صعوبات أو ضغوط في الحياة؟ صفة شخصية عندك. أي مشكلة باعدّي فيها مهما كانت صعوبتها، فباحاول إن أنا آخُدها رقم 1 بالرضا. ناس كتير بيحبّوا يعملوا حاجة لله، اللي هو إحنا بنقول عليها صدقة جارية. صح. في نفس الوقت عشان أدّي لها المصطلح السليم الآخر، أقول يعمل وقف. بدأتوا في بنك الطعام في رحلة الخير، بنك الطعام، تفرعتوا بعد كده لبنك الشفاء، بنك الكساء، تطوير النشاط الحرفي، حياة كريمة. لأ يعني أيوه. تفرعتوا. طب عشان أنتِ قُلتِ حياة كريمة بس نصحّح بقى، بنك الطعام، بنك الشفاء، بنك الكساء، كنا عاملين بنك حياة كريمة، وبعدين الرئيس أطلق المبادرة بتاعة حياة كريمة، أيوه ده حقيقي. وبعدين عملوا مؤسسة اسمها مؤسسة حياة كريمة، بالضبط. فابتدى يحصل لبس ما بين بنك حياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة. أنتم بنك حياة كريمة، لا، والتانية لا، لا لسه، إيه؟ لسه